اسم الحكم ونادي الزمالك يعترض عليه قبل الماتش بحوالي 24 ساعة، ده معناه ان نادي الزمالك عايز يخوف الحكم ويخلي الحكم تحت ضغط سيطرة الزمالك. دي لعبة قديمة جدا، انك تخلي الحكم على طول يجي على الفريق الثاني علشان يوري لك ان هو عادل ومش ضدك. انا اعتقد انه تعليمات الكابتن عصام عبد الفتاح للحكم ايا كان اسمه انه يكون عادل، اخطاء بشريه وارده، لا يتاثر بالاحتجاجات اللي بدات من دلوقتي، لانه زي ما قلت ده نوع من الضغط على الحكم نفسي، علشان لما يكون في لعبه لصالح نادي الزمالك مثلا يعني يبقى الحكم متاثر بقى وانه غير محايد وانا احتجيت عليه فيحسبها ضد الزمالك. الكلام ده كلام لا يليق بأندية كبيرة. خلاص احنا كلنا واثقين في الحكام المصريين وما اخترناش وما نقيناش. مش معناه ان انا قلت ان انا عايز حكم مصري قلت هات لي فلان. طب يعني طب حضرتك واثق بقى ولا مش واثق ازاي؟ انا شخصيا ما اعرفش مين الحكم ايا كان، حتى لو جابوا قادر عبد العظيم يحيي العظام وهي رمي، حتى لو ايه خلاص انا من اول دي قلت انا واثق في الحكام المصريين، مش هلاقي مش هختار بقى. حتى لو جابوا محمود البنا اللي احمد مجاهد متبنيه برضه ما عنديش مشكله، وحطه في القائمه الدوليه ما عنديش مشكله. خلاص ايا كان الحكم انا ما اعرفش مين هو اصلا، تمام؟ لكن لما نبدا من دلوقتي الزمالك يحتاج او الاهلي يحتاج، اعتقد دي لعبه مكشوفه معناها الضغط نفسيا على الحكم اللي يدير المباراه، عشان اوري لك بقى. انت عارف اللي بيقول لك ظلم حتى يشتهر بالعدل، مش هيحصل الكلام ده ولن يسمح به، ومجلس ادارتنا موجود، واحنا بالتالي بنثق في اي حكم حتى لو كان الحكم ده كان بيلعب في النادي الاهلي او اشباه النادي الاهلي. ده احنا قلنا بنثق في الكل، انما مش هنختار انا بثق بس هات لي فلان، انا بثق بس ما تجيبليش فلان. اعتقد ده كلام مرفوض. في النهايه اولادنا عندهم العزيمه والاصرار وتوفيق ربنا باذن الله مهم جدا جدا جدا، يسعدوا جماهيرهم بكره اللي بالملايين، يسعدوا جماهيرهم اللي في مصر والعالم العربي بالملايين ايضا. وانا بتمنى وكل مجلس ادارتي وكل الدعم لاولادنا والجهاز اللي موجود. ومحدش يسالني بقى واحمد حسام هيمشي امتى؟ اللي هو السؤال التقليدي هيمشي امتى؟ تقريبا انا همشي واحمد حسام قاعد، يعني تقريبا كده شكلنا كده، فاحنا بندعم بنأيد، بنقول انه لما احمد حسام تاني بيقول انا فلان الفلاني ممكن يكون اعظم مدرب في العالم بس مش قادر يتعاون معاه هنمشيه، وده اللي حصل على فكره. عشان الاخ اللي قلت قبل كده ابو ضفيره اللي مش عاجبه ويمشيه ليه؟ يا عم خليك في البتاع، روح اعمل بنس وريحنا، دماغنا بتوجعنا، يعني دماغنا بتوجعنا بجد. فانا بقول اهو ولادنا عندهم اصرار باذن الله، يتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله دي خطوه في طريق الدوري العام، ثم في عندنا خطوه اخرى بتروجيت ثم سموحه. ربنا كرمهم ووفقهم، دي كره القدم. لا قدر الله ما حصلش عندهم مباراتين تانيين مفيش مشكله. احنا بندعم ولادنا وبندعم الجهاز لغايه اخر مدى. انا بشكركم كاعلاميين وبشكر الجهاز الفني والطبي والاداري وبشكر كابتن، وطبعا برحب بمدحت اول مره يمكن يبقى في الجهاز، واحمد زاهر في الجهاز، والدكتور ايمن في الجهاز. انا خايف اكون نسيت حد، ومحمد عويس اللي عمل مشكله، كل حد يسالني حتى في دعاء محمد عويس، تمام؟ ربنا يوفقه ان شاء الله ان شاء الله، وربنا يوفق مصر ان ماتش بكره يوري العالم كله ان احنا شعب فعلا متحضر، وان مجلس اداره الزمالك والاهلي هينزلوا مع بعض، او رئيس النادي او رئيس النادي مع رئيس الاتحاد مع سيد وزير الشباب يسلم على اللعيبه اهلي وزمالك او زمالك واهلي، وربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله. شكرا.